مساء الخير حبايبنا، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بصحة وخير وعافية. امين يا رب العالمين. رجعت وياكم روتين جديد، ان شاء الله طاقة ايجابية وتستمتعون به وتستفادون من عنده. اكيد اول ما نبتدي به هو الفيديو بالصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا بنات، هنا أنا عندي اليوم الروتين من الصبح لحد العصر، وهو روتين اليوم يوم الاربعاء. طبعا بنات، عندي هاي الشراشف مالت المخاد مال البيت ومال الخطار كلها نزعتها، وكلها اريد اغسلها. تعرفون انتم الجو صار حلو، والمي والحمد لله والشكر، والكهرباء زينه، فقلت لازم نسوي روتين صيفي وتنظيفي، وبنفس الوقت هم طبخ. العفو بنات، يعني اليوم مو طبخ طبخ يعني تمن ومرق، لا موجود تمن، العفو. اكو تمن احمر بس السمك وياه شوي، وماكو بيت اليوم هو ما بي هذا الشغل. يعني هاي الروتينات المستمرة ويانا بنات. انتم كلكم شاطرات ومعدلات. روتيناتنا ان شاء الله هي نقول طاقة ايجابية، وان شاء الله تحفيزية لكم وتستمتعون بها. احبكم كلش هواية، اجمل صديقات واجمل حبايب عندي، ورب ما يحرمنا من عندكم. طبعا بعد ما كملت الشراشف مالت المخاط كلها ورجعت هنا، أنا عندي بنات هاي يشوفون هاي دائما افرشن انا بالشتاء، يعني ناكل عليهن على الفرشات او على الزوالي، هذني اغسلهن. فهنا بنات اني كنت تعرفون انتم مريضه وما غاستهن، فجمعتهن كليتهن وغسلتهن. اول مره غسلت الملابس كليتها، ما صورتها وياكم، وبعدين غسلت الشراشف. وعندي انا هذا الحبل هو شوي بالترك، وعندي هذا الحائط مالتنا، هو هذا السياج مالتنا اشر عليه. والحمد لله والشكر. شوفوا انتم هذا السياج منه شراشف، يعني ما اشر انا منه ومنه يعني ملابس على الحائط، لا، شراشف شغلات يعني. والملابس هاي مالتنا احنا نخليها على الحبل. شوف بنات، اشوفكم هذا السوت مالتي، هذا انا ما مشوفتكم الخياط مالته. إيه طبعا هذا خياطه كلش بسيط، وخياط هذا 5000 دينار. وين اكو هيجي؟ اكو بهن والله يعني قصبا قصب، يعني ياخذن 12 وياخذن 8 وياخذن، هو مجرد دقم بالصدر. وتعرفون انتم هو يعني ما يراد له اي شيء، بس اكو خياطات استغلاليات، مع احترامي للبقيه. شوفوا بنات، عندنا هنا حبيت اخذ لكم هاي اللقطات الحلوه اللي من الصبح. طبعا اول ما مشيت البنات اني للدوام، بلشت بالملابس والشراشف كملتها، بعدين اخذت لي شويه لفه يعني مال جبن صغيره كلش صغيره، واستكان شاي. على مود الغدا هو سمك، ما اريد اثقل. وانا الخبز اصلا شايلته من قاموسي، يعني اكل فد شي قليل ادخله الخبز يعني نقول بالاكل مالتي اليومي، ما اكثر خبز نهائيا. طبعا السمكه طلعتها من الصبح، فلت من الثلج. وهنا أنا خليت لها بنات هاي طماطة، فتحتها وراح هنا امرتها عليها. وهنا أنا هم تنطيها بنات طعم، وتروح يعني من تقلل الزفاره مالتها. وراح اخلي الملح الخشن للسمكه مالتنا. واكيد انتم كلكم تستعملون الملح الخشن. هو الملح الخشن طبعا ينزل، لان الملح مالته يكون كلش قوي يعني، وينزل شويه الملوحه مالته تنزل بالسمك، فلهذا ينطي السمك ملوحه شويه زايده. واكثر يعني انتم تعرفون اكثر هسه اللي يملح هو بالسمك، يعني وين ما كان السمك هو يستخدمون للملح الخشن. وحبيت أشارككم هذا يوم الظريف البسيط، إن شاء الله ينال إعجابكم. مشتاقة لكم يا حبايبي، وأشكركم كلش هواي على تفائلكم وتعليقاتكم، ويعني كل تعليقاتكم هي أحس بها تفاؤل إلي والله العظيم. حبيت أشوفكم عندي هاي الشيشة، أو نقول هنا هاي الحافظة من الملح الخشن. أنا هاي دائما أستخدمها نوبات، يعني أخلي من عتها ويا الحرمل، ونوبات أخليها هنا للسمك. هنا السمكة فتحتها لين كلش سمينة منها، فتحتها من هاي الجهة وثقبتها بالسكينة، وخليت لها هاي ذرات من الملح. وأكيد كل واحد يعرف حسب الرغبة مال عائلته. أنا بنات دائما ما أكثر ملح بالأكل. هنا عندي هاي الشيشة مال ليمون دوزي. راح تقول ليش معلمو ليمون؟ الليمون هنا نايمين بنات، أقعد بيهم أقعد، فبعدين شو لكم، بعدين راح أشوفكم إيش وقت يجي الليمون لمن يعني انشلع قلبي. يلا هنا أنا بعد ما خليت لمن دوز، قلت بعد ما منها يعني لازم أنا يعني الوقت أخذني، والبنات بالمدرسة يجين على الغداء، فأني اختاريت الوقت مالت السمك أخليه على الغداء، ويعني أكون مجهزة كل شيء. التمن الأحمر يعني الحمد لله والشكر، نقول لي أطبخه بسرعة ينطبخ التمن الأحمر وهدره. بس السمكة يراد لها شوي يعني تخلينها بالفرن، هذا اللي جبته. وتشوفون أنتم يعني هسه خلال الشوي راح أشعله وأخليه. هنا أنا هذا الفرن مالتي أني هو هذا غازي، فهنا مخليته جوا الدرج. هنا أنا اجيت اطلع بعد ما كملت الملابس ورشيت، شفتوا السمكة مالتي وحضرتها هيئتها، بديت بتحضيراتي للغداء. واكيد كل وحده ام بيتي محتاره بهالتزعبل هذا. هو اني لو عندي مكان
يعني ما اعرف يعني والله المطبخ شفتوه انتم كلش صغير، ويعني ما الي مكان اخلي غراضي. فان شاء الله راح اطلع، انا قايلت لكم بس ان شاء الله يصير عندي مجال اطلع الطباخ مالتي بالترك. انا الترك مالتي كلش صغير متر، فلهذا انا مهما كان راح اشوف يعني اسوي المستحيل واطلع الطباخ مالتي على مود يصير عندي مساحة شوية. فراح تقولون ام علي حارة، والله يا بنات صحيح حارة. فاني هذا جبت، ما جبت والله بنات سندوتش، السندوتش غالي، فجبت شينكو راح يخلوا لي اياه، يعني السقيفة يسوي لي اياها، وراح اخلي الطباخ مالتي بالترك. والله كريم ان شاء الله العافية درجات. هنا أنا طبعا كملت، شفت انتم مكانه وين خليته، خليته باب المطبخ، وما راح اخلي باب المطبخ لان الجو كلش حار، راح اطلعه برا بالطرمة، والطرمة كلش صغيرة. المهم بس مجرد اكمل شغل بيه وارجعه، فش اسوي. فلهذا يا بنات بعد ما كملتها هنا أنا رجعت احضر التمن. التمن عندي طبعا باقي بسمتي، وراح اخلي المقدار اللي انا اقيسه لعائلتي، وراح اغسله وانقعه واحضره. راح تقولون ام علي انتي تنقطعين عنا هواي، لا انا ما انقطع ان شاء الله عنكم. تعرفون انتم كل زين، وانا حكيت لكم بالفيديوهات السابقه ما يقطعنا عنكم الا اذا كانت الظروف يعني تحكمني، او فد شي يعني، او خطار، او يعني فد شي. انا حتى اليوم والله الغد ان شاء الله هم كملته وصورت، بس بقيت يعني صورت كل شي، الزلاطه من صبيت الروبه، اي يعني لما شويت السمكه، حتى الصلصه راح اصورها وياكم. بس يعني السفرة من جهزنا السفرة ما قدرت، يعني شوية كانت يمنا يعني محظورة نقول، فما قدرت. وأنا أستحي يعني إذا أحد قاعد وأصور يعني مو من ضمن عائلتي، يعني ما أريد أحد يعرف بالقناة، فإلى شعار آخر. والحمد لله والشكر قدرت اللي أقدر عليه، فقلت لازم أنزلكم حبايبي لأن أنتم تستاهلون كل الخير. هنا الصلصة مالتنا خليت قليل من الكاتشب وقليل من دبس الرمان. وهنا أنا بنات الصوص خليت من عنده كلش قليل، لأن أنا ما أحب دائما أخلي بها صوص، هاي أول مرة خليت من عندها شوية. هنا خليت ربع خاشوقة مال شاي لمندوزي، وهنا أنا نص خاشوقة ملح، هاي للصلصة. على مود انتم تعرفون هاي الصلصة هي اللي راح تنزل على، نقول على وجه السمكة، تنزل يعني تتغلغل بيها وتنطيها، هي تنطيها حموضة وتنطيها طراوة. فلهذا هم راح أخلي لها زيت، أخلي لها خاشوقتين من الزيت، وأخلطها كل زين. وخليت لها تقريبا أقول ربع خاشوقة شاي من الثوم الباودر، هم ينطيها طعم كلش طيب. وانتم قلونا بنات بخلطاتكم للسمك، بخلطاتكم للدجاج، هم نحب نتعرف ونحب يعني نتعلم من عندكم. حتى لو بالتعليقات تكتبون، هم احب انا اعرف كل شيء، ما بيها شيء. اذا وحده تستفاد من وحده يعني نتعلم وحده، فاحسن واحد ما يبقى كل شيء ما يعرف. هنا طبعا كملت شفتوا قدامكم حضرت الصلصة، او اجيت هنا أنا اسوي التمن، اطبخ التمن. هنا أنا خليت خاشوقتين كلش كبار او ملعقتين نقول من المعجون، وزيت يعني اللي انا اريد اشوف على الكمية مالت التمن. هنا نضفت التمن، وراح هنا أنا اظل اخلط بيه شوية لحد نقول ما اخلي اني بناتي يعجن، لان اذا اتركه والمعجون بيه راح يلزق نقول، او نقول يصير بيه حراق بالجدر. فضل احرك بيه لحد ما ينشف واهدره. شوفوا بناتي هنا اجى الليمون، شوفوا ايش وقت اجى الليمون. هنا لما قعد ابني فرد مره شبع نوم وقعد، قلت له ماما السمكه بعد راح تستوي، يلا راح جاب لنا الشغلات اللي احنا نريتها، جاب الليمون، والحمد لله والشكر تمت العمليه بالنجاح. ضفت لها الليمون وهي بالفرن. وبنات والله هذا هو يسألون عن التنور او الفرن، فكلش يخبل يعني الشو مالته، هذا الفرن الغازي. هنا راح اسوي زلاطة الطماطة والبصل والخيار والليمون، وان شاء الله الف عافية على قلوبنا وقلوبكم. هنا بعد ما كملته ما شوفتكم لما ترمت، هنا جهزت، شوفوا على السريع ايش عبالكم ومعلاوي نار وشرار. هنا طبعا هاي الروبة من الليل اني مروبتها. هنا الروبة كل وحدة تعرف المقياس اللي هي تقدر تخليه، خلي لك مقياس ثابت انتي تروبين بيه. خثرة باقية عندي بالثلاجة، خليت تقريبا ما يعادل 3 خواشيق او 4 روبة عندي، بس انا ما اطلعها باردة من الثلاجة الخثرة، لا بنات اخليها برا على مود تروب عندي الروبة. شوف عبالك زبادي، لان الروبة هاي اللي خثرت بيها هي سليمانية، طلعت الروبة مالتها شلون عبالك الزبادي تخبل. هاي تشوفون، وشوفوا بنات هاي القوام مالتها، هاي مثل ما تشوفون انتم.
وسهمنا وسهمكم ألف عافية. هنا أكيد بعد ما جيت أشوف السمكة هنا يعني نقول قربت على السواء، فقلت أنا لازم أشارك حبايبي هنا الطريقة مالت هنا الصلصة مالتها. شوفوا هنا بنات شلون هنا تحبرت كل شيء ما ضفت لها. لما طلعتها من الفرن يلا هنا خليت لها آخر شيء الصلصة مالتها. وهنا بنات ريحتها طلعت تجنن. وهاي بعد هنا اللقطات مالتها، وصورت لكم اني بعد قلت لكم السفرة ما قدرت الحق اصور لان كان يمنا خطار وما قدرت، والحمد لله والشكر اللي قدرت عليه، وتعذروني حبايبي. هنا الماعين فاهم شيء هاي هي الفقرة، فحتى بنات هنا اجت رقاوة واخذت لي شوي لقطات، فقلت لها ما اخذين لقطات على السريع. قالت ماما والله صدق انا احب فقرة الماعين. قلت لها عاد ما دام انا اغسل الماعين تاخذي لي لقطات وروحي. فاجت خطيه اخذت لها هاي اللقطات وما خليتها تكمل. قلت لها روحي انت ارتاحي لان هي تغدت وارتاحت، وقلت لها روحي خذي ساعه شويه على مود اراجعها، عندها امتحان وتقعد ان شاء الله واراجعها. فقلت انا بهاي الفتره اكيد هم راح انزل لحبايبي فيديو، لان انا ما راح انام، لان اذا انام يعني هواي شغل يروح من عندي. فقلت راح انزل لكم، وعندي يعني شغلات هم راح اسويها بالبيت، فما تصيب هذا البيت يعني شغلات اللي ما تخلص والله العظيم. والحمد لله والشكر يا بنات، والله العظيم نتحصر. اهم شيء نقول الصحة والعافية، انا ما يهمني الشغل، اهم شيء واحد عنده العافية تسوى الدنيا وما بيها. وانا بالنسبة لي انا مو من النوع اللي اخاف من الشغل ولا اضم راسي ولا انتكل على احد ولا ابد. انا بس الله منطيني عافيتي، الشغل كله ما يهمني. وان شاء الله صحة وعافية للجميع بحق محمد وآل بيت محمد. هنا طبعا ما اجيت اكمل معينة، طبعا بايدي وحدة اجيت اصور، وطبعا ويانا بنات هواية بالقناة يحبن دعائكم، وطبعا وحدة تقول ادعوا لي اطلع ببيت بوحدي. ان شاء الله اللهم ربي يرزقك البيت بحق محمد وآل بيت محمد، يرزق كل وحدة محرومة الذرية، وكل وحدة طالبة حاجة، وخاصة الامتحانات الوزارية ان شاء الله النجاح والتوفيق، امين يا رب العالمين، والمعدلات العالية. واكيد ورا ما كملت المعن يلا اجيت اشرب الشاي بهذا القوري المتشكنم اللي تشوفونه. طبعا هنا طبعا ما قبلوا يشربون شاي، مجرد بس انا راح اشرب شاي، لان انا متعوده اذا اكل ثقيل او دسم لازم اشرب شاي يعني وراها. وحبيت اشارككم هنا بنات الشاي مالتنا بيه شوي يعني نقول بيه الورد المحمدي، ينطلو يعني طعم شوي للمراره، بس مع هذا طعمه كلش طيب. واكيد نقول الحمد لله والشكر على نعمه رب العالمين، الف الحمد لله والشكر، اللهم ربي يديمها ويحفظها من الزوال بحق محمد وآل بيت محمد. وحبيت هنا أشارككم الشاي يا أجمل حبايب وأجمل أصدقاء، وتمنيتكم وياي بهاي اللحظة وبهاي الساعة. ولهنا أقولكم قرب الفيديو ينتهي، ومع السلامة حبايبي، ودمتم في أمان الله ورعايته، وإن شاء الله ألتقيكم بفيديو ثاني يعجبكم يا حبايب قلبي. طبعا هاي بنات المخاد بعد ما شوفتكم وغسلت طبيت هاي ورا ما كملت الشاي، وهاي الشراشف اللي لبست اليوم طببتها من الحبل صفطتها، وهاي المخاد لبستها الوجوه. هاي ورا الشاي مالت الظهر اليوم، قلت لكم هذا الفيديو مالتي مال هو اليوم الاربعاء. والحمد لله والشكر يا بنات، واتمنى ما تنسونا باللايك والاشتراك، ومع السلامة حبايبي.